زند الحشاواريها مسح الحسين برأسها، مسح الحسين برأسها وهي علامة فبكت وناحت وأنها تعلم أنها كبناته يشجيهما لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تبكي بقايا فتأنها تمسي يتيمة عمها وأبيها. والمقدر شاعت أخبارها ورماها القوم من فوق قصر الإمارة، أوهان عقب انقتال أو ظل الدار خلية ولا واحد يصل، مصيبتهم مصيبة الصدع الأجبال وقبر المشي بالشيب الأطفال، هم شفيت ميت يجرون بالأحبال، لا تظن يا صاحب مثلها. مولانا مسلم بن عقيل سلام الله عليه سفير الحسين بعد أن كتب لأهل الكوفة: أما بعد فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. هذا القضاء هكذا غدر به أهل الكوفة، لما خذله الناس جاء متدلدا ومتلددا في سكك الكوفة وشوارعها ما يدري شغلين، إلى أن وقف في باب بيت امرأة صالحة اسمها طوعة. قال: هل بشربة ماء يا أمة الله؟ قالت: نعم. جلبت له الماء، شرب ثم بقى واقفا. قالت له: أوليس قد شربت الماء؟ انصرف إلى أهلك وولدك، إلى عشيرتك، إلى أهلك. قال لها: أمة الله، وما يصنع الذي ليس له أهل ولا عشيرة في مصركم؟ قالت: ليش ومن أنت؟ أراد أن يمتحنها. قال: أو تعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت: أنعم وأكرم سيدي أبا الحسن والحسين مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال: وتعرفين عقيلا؟ قالت: بلى. قال: أنا عقيل، أنا مسلم بن عقيل ابن أخ علي بن أبي طالب. قالت: سيدي أنت الذي غدر بك أهل الكوفة؟ قال: نعم. يقلها وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب أنا وعمامي بغير ديرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة.